يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح القشطة، يا صباح البركة. بصوا بقى، أنا صاحية. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ويعود عليكم الأيام بخير، واللهم بلغنا رمضان وشعبان بخير وبركة إن شاء الله. النهاردة إيه؟ النهاردة أول ليلة من ليالي رجب. أنا ناوياها وناوية من بالليل إننا تبقى شهر رجب ده يبقى حاجات كتير. أنا نويت يا رب إن شاء الله أبقى قد اللي أنا نويته. فصباحكم فل، صباحكم عسل. شهر رجب انا مش عايزه طبعا احكي لكم على شهر رجب وعلى الخير وعلى البركات وعلى شهر رجب بقى وخير شهر رجب وكده يعني. فصباحكم فل وصباحكم عسل وصباحكم سكر. اول يوم في شهر رجب قلت اعمله، هو دايما شهر رجب كده كل حاجه بتزيد يعني، عشان هو من اشهر الحرم. زي ما في اماكن ربنا جعلها حرم زي الحرم، فتلاقي كل حاجه احنا بنعملها ليها قدسيتها كده في الحرم. برضو زي الاشهر الحرم اللي احنا فيه، اللي هو كل حاجه بتتعظم. يعني ايه؟ يعني ما تظلميش نفسك، ما تظلميش حد، الذنب بيتضاعف. الذنب طبعا كله ذنب في طول السنه، بس في الشهر في الاشهر الحرم بيبقى الذنب تقيل والحسنات تقيله وكبيره. فنعمل ايه؟ نكتر من الحسنات. اكيد انا مش انا اللي هنصحكم، اكيد انتوا بتتفرجوا على الشيوخ وناس حلوين. فنبتدي السنه كده، نبتدي الشهر كده، وخاصه ان السنه كمان جايه في شهر رجب، فشهر خير، هتبقى السنه دي كلها خير. فدايما ندعي اللهم صب عليا الخير صبا صبا، وخاصه في شهر رجب، لان شهر رجب معروف ان هو شهر الاصب. رغيت كتير وانا لا افتي في هذا كده يعني الكلام ده، بس انا على قد ما بتعلم حاجه بعلمها للناس. ممكن اكون انا زمان ما كنتش عارفه حاجات كتير، وواحده زيي او حد اعلى مني قال كلمه فتعلمتها، فممكن حد يتفرج عليا مش متعلم اللي انا اتعلمته يعني. فمعلومه من هنا على معلومه من هنا. المهم احنا في شهر خير وبركات وتزايد بقى في الحسنات، وكل حاجه الاجر بتاعها بيتضخم كده. عارفه انت لما تبقي واقفه في الحرم وبعدين يعني تضخمي الذنب. لا انا همسك التليفون وانا في الحرم، لا انا هعمل ده وانا في الحرم. فمن ضمن الحاجات الحرم، الاماكن في اشهر حرم برضو، الزمن في الزمن اشهر حرم، فنعظم بقى الاجر. عارفه انت لما تحبي تعملي حاجه وانت في الحرم تحبي تتزايدي وتحبي تعملي خير وتعملي. فالمهم انا ناويه، انا رغيت كتير، فالمهم انا ناويه والنيه لله ان انا النهارده اعمل حاجه حلوه واعمل تحدي خير حلو. سامحوني على التصوير النهارده، مش هيبقى قد كده عشان انا بصور لوحدي، وهحاول ان انا كده يعني. كنت زمان بصور لوحدي على طول، بس النهارده تقريبا هصور لوحدي لحد ما حد يبدا ربنا ينقذني ينجدني وحد يجي يلحق معايا حاجه. وعايزه افاجئ علي لما يجي كده يلاقيني عامله بقى الحاجات اللي هو ما كانش عارفها. والله العظيم انا النهارده بادئه ما في بني ادم يعرف انا هعمل ايه. فنشرب قهوتنا وما تضايقيش نفسك وتعصبي نفسك. هتقعدي تشربي القهوه دي؟ انت ست بارده، انت مش وراكي تحدي خير وعايزه تعملي وتطبخي. حضرتك اشرب قهوتي، اروق على مزاجي، اقوم اظبط لك. انتوا ادوني بس مزاج حلو، اتفرجي عليا هتشقلب لك كده في المطبخ. بس ادوني مزاج حلو، فاشرب قهوتي اروق عليكم. صباحكم فل. ما تعالى بقى كفايه بقى يا بتاع البطاطس، تعالى بقى، بقالي ساعه واقفه. سمان حلو كبير كبير. اه يلا يا ابني. بجمل بطاطس، اقف بقى اقف. بجمل بطاطس والطماطم. كيلو 15. لا حاجتك غيرك ليه؟ اللي حصل؟ يلا بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا معايا بطاطس 2 كيلو 25 جنيه. اه بس مش هتنفع جنيه. طيب ماشي. هات لي، مش اقول لك عادات. ابعت لي 5 كيلو بطاطس. انت 5 بطاطس و5 بصل، وهات لي نص شطه على فلافل. تسلم يا ابني. نجيب الفلفل. كده ماشي كده. كام بتقول حسابنا؟ ب 100 بطاطس، 100 بطاطس 75 بصل. بصل اه و10 جنيه اه
يبقوا 75 و15 25 200. ماشي ال 200 اهو. من اسهل الايام اللي مرت عليا، انا كنت لوحدي النهارده وعايزه اقول لكم قدرت ان انا اقدر اصور لكم لوحدي واعمل حاجه ومحدش مسك لي التصوير، وقدرت ان انا اشتري حاجه. سبحان الله ربنا كرمني بالعربيه بتاعت الخضار، جبت منها كل حاجه وكلمت التليفون بتاعت الست بتاعت الفراخ، ان شاء الله تنظيفها في الفراخ جميل وحاجتها حلوه. جابت لي الفراخ بعتها لي مع الدليفري، وبعت والدليفري هو جاي قلت له النبي هات لي وانت معدي هات لي محل اطباق اللي هحط فيها. كل حاجه كانت متسهله. كنت دايما لما اعمل لما نعمل اطعام او حاجه كنت لازم انزل انا وعلي ونبقى مخططين ونبقى عاملين وما اعرفش ايه. النهارده انا فاجئت الكل، لا علي يعرف والله العظيم، لا علي يعرف ولا اولادي يعرفهم ولا اي حاجه. اللي نزل واللي كان نايم قمت عملت الحاجات دي كلها. فسبحان الله كان ربنا مسخر ليا كده كل حاجه تسهل قدامي. في اوقات بتعملي حاجه تحس ان هي صعبه وتقيله ومش عارفه تجيبي حاجات كسلانه. والله انا النهارده كان فيا نشاط وحركه فيها 10 5 6 ستات مع بعض قاعدين بيشتغلوا. والله العظيم بجد دي بركه من عند ربنا، الحمد لله اللهم ديمها في حياتي نعمه ولا يحرمني منها ابدا. اول حاجه عملت ايه؟ بص الوجبات دي عشان تبقي انت عارفه. انا عملت دلوقتي 5 اكياس رز، انا عملت 4 قدامكم، اخدتهم غسلتهم حسيتهم قليلين على الميه اللي انا عاملاها، فقمت حاطه 5 اكياس رز. ده رز عادي، رز مصري مش رز بسمتي. في تحديات او الطعام اللي لما تيجي تعمليه اسهل حاجه الرز البسمتي، مش بيعجن معاكي وبيبقى سريع كده معاكي. لكن الرز المصري تعمليه ايه بقى عشان الرز المصري ما يعجنش معاكي؟ عشان عمال ما يبدا يغلي هيكون عجن، فتقومي حاطه له ميه سخنه. يعني شغلي الحله سخني عليها الميه وتنزلي عليها بشويه ملح وشويه زيت وملحي الميه بتاعتك، وحطي معلقه، انا حطيت معلقه سمنه كده تغني طعم الايه الرز، وتملحيه ونزلت عليه بالرز اللي احنا غاسلينه ومصفينه خلاص. فكنت منزله بصوا في كراكيب ورايا حاجه السوبر ماركت اللي انا جبتها امبارح كلها ورايا لسه ما عينتهاش. قلت بس اهم حاجه انجز واخلص وبعدين ابدا اعمل الحاجه وهي على النار، ابدا الف وحواليا بقى واظبط. وكانت نانو في الدرس فقلت ما نانو تيجي تعملها لي. المهم لقيت نانو ما جتش، قمت قايمه مروقه ومخلصه. بصوا يا اولاد انا قشرت كده، بعت النهارده جبت 5 كيلو بطاطس. انا بقول لكم التحدي اخد الاطعام اخد قد ايه. 5 كيلو بطاطس وعملت عليهم 5 كيلو رز وجبت عليهم ما شاء الله 10 فرخات وبس 10 فرخات. فما شاء الله الكميه دي كلها تقريبا حاجه و40 حاجه او 40 لان الفرخه بتقسم على 4، فال10 فرخات هيطلعوا لك 40 قطعه او 40 وجبه. خلاص قشرت بقى كده البصل عشان نعمل التتبيله بتاعه الفراخ والبطاطس جنبي. انا معلش انا بسجل لكم في العربيه عشان كنت انا انا حاليا لسه مخلصين الاطعام التوزيع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كان اخف. بذمتك ايه رايك في المفاجاه اللي انا عملتها النهارده؟ حاجه ما شاء الله قرفته جميله والله العظيم وشويه دعاء. الحمد لله. يعني تخيلوا لما يبقى مثلا واحد مروح وفجاه مثلا ياخد له 3 علب يتعشى هو وعياله، احساس جميل. انا حاسس بهم والله. يا رب ربنا يكبر بخاطرنا وخاطركم يا رب. فعملت ايه بقى؟ قعدت اقشر كده البصل والفلفل الحر والفلفل الاخضر عادي، مش بيبقى الاكل حر بس يعني بيبقى ايه اكل يعني طعمه حلو. يعني الفلفل ده مش حر قوي، وده اهم حاجه. وانت مولعه الرز كل شويه قلبيه عشان ما كده يعني عشان الحله كميتها كبيره وما تبقاش مزغومه ما اعرفش اسمها ايه يعني، المهم تبقى كده يعني. فعملت ايه فضلت خيركم بقى، جبت الكبه وقعدت اقشر بقى كده ضربت البصل بالفلفل بالثوم، طبق الثوم اهو قدامكم والفلفل وكله على بعضه. هضرب بقى ده كله التتبيله اللي هتبل بيها الفراخ والصينيه. انا برضو في نفس الوقت ما بحبش اصعب الحاجه على نفسي، بعمل الحاجات الاسهل الى ايدي يعني عشان اقدر ان انا اسهل على نفسي. فالطريقه دي اسهل طريقه اما يكون عندي عزومه بعملها، لما بيكون حد عامله اطعام بعمله بتبقى سهله جدا وبتبقى طعمها حلو قوي 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 والله. اطعم فراخ انا بحبها. المهم ايه زي ما انتم شايفين كده الثوم والفلفل الشطه، الثومه كده شويه ثوم كام فص ثوم كده راسين محترمين عشان الكميه. بصوا خدي بالك كل اللي انتوا هتشوفوه كميه عشان انا عامله كميه كبيره، فمش زي ما انت بتعملي في بيتك يعني هتحسي ان ملح كتير هتحسي ان بهارات كتير، لا هو عشان الكميه بس. انا مش هعمله بطماطم يعني مش هتعمل فراخ لونها احمر لا، بس طعامي كده بشويه طماطم هتدي تسكيره حلوه وطعمها حلو وفي نفس الوقت تدي لون حلو للفراخ. برضو مكان التومه وكان الشطه قمت حاطه الطماطم زي ما انتم شايفين كده، تاخد يعني ضربه كده في الكبه ونحطها على كل صينيه. انا عملتهم بقى في الصواني الكبيره، عندك بقى صواني كبيره تعملهم في الصواني اللي عندك على قد الامكانيات اعملي.
حطيت شويه ميه وهضرب الايه الطماطم. خلاص عملنا حضرنا الحاجه. كل ده الفراخ كانت لسه ما جتش، يعني انا بدات في اللي انا بعمله لكم ده والفراخ كانت لسه ما جتش. لسه مكلماها قلت لها بسرعه هاتي لي الفراخ دلوقتي. قالت انت لسه مكلماني، ربنا يجزاها خير، غسلتهم لي وظبطتهم لي وانا اخدتهم شطفتهم شطف حلو. هم لسه ما جوش يعني، بس بحكي لكم اللي حصل. قعدت بقى كده 5 كيلو بطاطس كانوا ما شاء الله الراجل جايبهم لي. عشان كده بقول له ليه بطاطس عندك غاليه؟ قال لي والله جايبها لك حلوه. فعلا والله حلوه ومستويه ودايبه ومسكره، مش اللي هي بتتحرق في القليه. اي نعم مش قليه، عاملاها صينيه بس برده طعمها حلو. قشرت بقى وحجمها حلو كده. قعدت اقشر البطاطس واخرطها جنبي، وفي الاخر اخدها عند الحوض اغسلها غسله حلوه واظبطها واسيبها في الميه، بحيث ان ساعه ما يجي الاكل، يعني ساعه ما احط الاكل يكون جاهز جنبي، يبقى حاجتي جاهزه. الفراخ تيجي اغسلها اشطفها ويبقى حاجتي جاهزه. ما انا ايه قلت اما استعجل. شلت بقى خلاص التقشير في دوشه عشان انا ماشيه في العربيه، بس عم علي ماشي بالعربيه وعامل دوشه. بصوا يا اولاد، غسلت البطاطس وحضرت كل حاجه. البتنجانتين دول قلت احطهم في الفرن، وانا شغاله في الفرن عمال ما اكون خلصت يكون الشوم، ويبقى عملنا شويه بابا غنوج بالمره واحنا مشغلين الفرن، بدل ما يبقى شغال كده على الفاضي. حطهم بطاطا، حطيها بتنجانتين. اجى بقى الدليفري جاب لي بقى الفراخ دي. الفراخ ما شاء الله اللهم صل على النبي، فراخ جميله وحلوه. وانا جايبه 10 فرخات حلوين كبار وطبق فرداني كده، مش عارفه ايه الطبق ده فيه ايه. اكتشفت ان هي مطلعه لي في جنب كده الكبد والقوانص. اسيبهم بقى اعملهم وصفه تانية. قلت بقى اخدهم كده اغسلهم غسله حلوه واظبطهم واشطفهم شطفه حلوه وانقعهم بقى واغسلهم بشويه ميه ودقيق وشويه ليمون، اي حاجه عندك براحتك يعني. قعدت بقى اطلع هي حاطه لي كل فرخه في طبق لوحده، كل فرخه في طبق لوحده. الصلاه على النبي. الورك والصدر ما شاء الله حجمهم كبير وحلو، ومنقيهم لي ومنضفهم لي، ربنا يبارك لها وخليهم لي زي الفل. قعدت كده اللهم صل على النبي بقى اطلع كده الاطباق دول 5 والطبق التاني 5 والطبق الفرداني ده اللي فيه الكبد والقوانص حطيته في الفريزر. قلت بكره ممكن ابقى اعمله بشويه لسان عصفور، ممكن اعمل بوب الرقاق احشيه، يعني اي حاجه. الكبد والقوانص بتبقى حلوه في البيت. ما رضيتش احطهم كنت عايزه احطهم والله جوه التتبيله، بس ما اعرفش انا قلت هيضيعوا هيبوظوا مش هيبقوا حلوين. هحط الواحد طبق في ما اعرفش. المهم دول هيبقى من نصيبي انا. حطيتهم في جنب بقى، او ممكن ابعته لحد والله يطبخوا اكل. جبت فلفل وكمون. الدليفري بقى جاب لي ب50 جنيه فلفل وب50 جنيه كمون. بصوا حبه حلوين، لسه شكله مطحون حلو، حصى يعني ومطحون، ريحتهم كانت حلوه كتير. انا ما حطيتش فلفل وكمون كتير يا جماعه، هو عشان الكميه بس كبيره بتاعت التتبيلات وكده. يبقى انا عملت التتبيله دي عباره عن ايه؟ بصل مفروم وتوم وفلفل حامي، فلفل اخضر براحتك. قلبته ده كله. انا بحط الزيت، ما بحطش فيها زيت. عايز تحط شويه زيت حطي، عايز تحط شويه صويا صوص حطي، شويه دبس رمان حطي براحتك يعني انتي. انا بعمل التتبيله العاديه خالص خالص اللي احنا كنا متعودين عليها زمان، ما بحطش عليها اي افتكاسات. حتى البابريكا والله ما حطيت. الصدر بقى بقوم فاتحاه كده عشان يستوي حلو، وفي نفس الوقت يكون دخل جوه التتبيله اللي انا بتبلها. عارفه لما بتيجي تتبلي السمك كده بتقعدي تشقيه كده وتدخلي، هو كده. انا بعمل الصينيه كلها صدور لوحدها، عشان ما بحطش الصدر مع الورك، لان الصدر ما بياخدش نفس السوا بتاع الورك، فالورك بيكون اتهرق والصدر لا. فبقوم حاطه الصينيه دي، عشان الصينيه دي كبيره ما شاء الله، حجمها كبير بس مش باينه في التصوير. الصينيه كبيره، فعملت فيها كل الصدور. وعلى فكره ساعتها كان علي جه ربنا يبارك له، وامير اجى اول، ما اعرفش يعني. المهم يعني ايه، بداوا بقى يجوا حواليا. قلت انتوا كنتوا فين من الصبح بعد ما انا خلصت؟ لا ما كانش لسه جه، مش عارفه مش فاكره. لا كانت نانو جت، ما اعرف. المهم يعني عملت كده زي ما انتم شايفين بقى. حطيت بقى بعد ما تبلت الفراخ كلها، نزلت عليها بشويه بطاطس فوق. بصي تكه البطاطس عشان ما تتهراش معاكي، ما تحطيش البطاطس تحت، حطي البطاطس فوق، بحيث اما تيجي بعد ما الفراخ تستوى وتقلبيها على وشها البطاطس تنزل تحت. حطيت عليها شويه صلصه، شويه طماطم، شويه صغيرين يعني، مش طماطم، مش هنعمل صينيه بطاطس. وارش عليها شويه ملح، لان انا كنت حاطه شويه ملح قليلين على التوم بس. ما فيش اي حاجه تانية غير كده. وتقومي لفها. لا حطيت ميه ولا حطيت شوربه ولا حطيت، هتنزل ميتها وهتنزل الخضر هينزل والفراخ هتنزل، ولا تحطي ميه ولا تحطي اي حاجه. لفيها ودخليها الفرن عندك. بس انا بقى عشان انجز في الوقت، عليه افضل الصلاه والسلام، بصراحه كانت تقيله جدا 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 عليا بصراحه. يبقى هو ساعتها كان علي ما جاش، لان كنت في اللحظه دي تمنيت ان حد يكون واقف جنبي يشتغل الصينيه. الحمد لله. المهم زقيت حله الرز، كان الرز خلاص استوى معايا. بقوم واربه كده، هفتح الوقت الغطا بتاعه واربه كده عشان ايه يعني ما يعجنش معايا. بصي الطبق التاني بقى، الصينيه التانيه قلت احط فيها الوراك ما بقطعهاش بالسكينه ولا بفتحها ولا اي حاجه. فبحط كده من عليها تومه بشويه ملح شويه فلفل شويه حاجات من دي، والتتبيله اللي هي تتبيله البصل بالثوم بالطماطميتين بالفلفل، التتبيله اللي انت بقى
بتعمليها انت على حسب انت زي ما انت عايزه، وتدخليها جوه الجلد كده، تلاقي الفص لما تيجي تاكليه شرب من طعم التتبيله واستوى وجميله. ولو سبتها كمان كده بقى بالليل، يعني لو جهزت الحاجات دي كده وتبقي شطوره مش خايبه زي طنط نشوه بتعمل كله في يوم واحد، بس لو انت عملتي ده كله من بالليل هتلاقي الطعم احلى. بس والله العظيم برضو كانت طعمها جميل يعني. الحمد لله والله، ربنا يا رب يبارك ويتقبل مننا صالح الأعمال، ويجعل كل حاجة في ميزان حسناتنا يا رب، ويخلف علينا ويوسع علينا ويبعد عننا ويحملنا ولادنا ويحفظهم ويسترهم وينجح ولادنا. يعني ادعوا بقى كل الأدعية اللي انت تتمنيه، ويرزق كل واحد اللي نفسه فيه يا رب بحق هذا الأيام المفترجة، ينول لكم كل اللي نفسكم فيه ويكبر بخاطركم ويرزقكم اللي تتمنوه كلكم يا رب. اللي يحبني وما يحبنيش، اللي بيتفرج عليا ولا بيتفرجش عليا، ربنا يرزق الجميع بكل خير. دايما تمني كل الخير للناس، دايما تمني ادعي للناس كلها، وربنا يقول لك، الملائكه تقول لك ولك بالمثل. فدايما لما تدعي لاخيك او لاختك بدعوه حلوه ربنا يرزقك اضعافها. ودايما انت من جواكي ما تتمني حاجه خير للناس، هتقولي انا شويه طب ما ده بيكرهني، ده اتمني الخير للناس ربنا يهديهم. احنا مش ملائكه اي نعم يعني، وساعات بيبقى الواحد متضايق، وساعات بيبقى الواحد شايل، وساعات الواحد يبقى نفسه، بس ساعات كده استقوي انت على شيطانك، قولي ربنا يا رب يهديهم، ربنا قادر يهديهم، ربنا قادر يجيب لك حقك. مش عارفه كده صوت عالي، علوا صوتكم. لا حاساكم مش بتعلوا صوتكم. عليه يفضل الصلاه والسلام. بص احنا بنصلي على النبي كتير طول ما احنا ماشيين، فايه يعني هتلاقوا طول النهار بنصلي على النبي. حد يشتغل معايا اولاد؟ المهم الحمد لله عدت على خير، وصلتها بالف سلامه، ولعت عليهم بقى كده وخلصت. الم بقى المنظر ده كله، لسه في صينيه، لسه في صينيه فيها كام وركي كده، قمت عاملاها في الصينيه الصغيره وادخلها الفرن الصغير. وكده كده هحطها في الاخر على البوتاجاز، انا بحب احطها على البوتاجاز تغلي غلوه كده عشان تبدا تشتغل معايا، وبعدين اقوم مدخلاها في الفرن عادي. وكانش عندي انبوبه، كلمت بتاع الانابيب يجي يركب لي انبوبه الفرن، فهطلع بقى احطهم في الفرن كده يتشووا ويتظبطوا، يبقى طعمهم حلو قشطه، يستاهلوا بقى شويه الصلصه شويه التتبيله شويه كده كله على بعضه، تقومي حطاه ورقه الزبده فين ورقه الفويل؟ ورق الفويل فين يا ولاد؟ اهو لقيته على الارض. وتلفيه كده اهو، تكمريه وتدخليه بقى على البوتاجاز الفرن. انا هدخل دي على الفرن على طول اهو، هتستوى تبقى قشطه. تعال ننضف الحته دي بقى ونقعد. يا ولاد انا ولعت على الفراخ وطفيت على الرز، خلصت كل حاجه، ما عنديش غير ان انا اعبي. جت لي مين بقى؟ نانو، هي اللي هتعبي معايا صح؟ داخله تنامي؟ عاملة ايه؟ انا كويسه الحمد لله. لا تعمل كده. المصحف كانوا بيعملوها لنا زمان بالقماش، كان بيعملوها لابويا يعني. حلو. طب انا عندي الدفايه اهي، كنت قطعت لك حته شطوره جميله حلوه. والله انا ست شطوره، والله انا ست شطوره كده. خلصت كده الرز والخضار اهو والفراخ على النار، مفيش ربع ساعه تلاقي الحاجه دي كلها خلصت ان شاء الله باذن الله. انا واحده بشرب القهوه بتاعتي ساقعه، والله سخنتها. ما انا جيت عشان اشرب القهوه واقعد، اجي بتاع الخضار، وبعدين دخلت اتلبخت بقى على الطبيخ، وكوبايه القهوه زي ما هي. اعمل ايه يعني؟ اسيبها؟ قمت جايبه بسكوتايه ومولعه على الفراخ، ومولعه خلاص طفيت الرز وفاتحه له كده ايه، موربله الباب يطلع البخار الزياده، والفراخ خلصت. دقيقتين بس تاخد تغلي غلوتين واطلعها على الفرن. بفكر يا اولاد انزل الفرن هنا يدفي لنا البيت، ولا هيبقى البيت مكركب؟ ايه رايكم؟ قولوا. هو الفرن ينفع يتحط تحت الترابيزه؟ صباحكم فل ولا لا؟ بصوا بقى، وانا قاعده كده بالمره قلت افرد كده الاطباق عشان اجهز كده الحاجه مره واحده وانا قاعده، عشان ما يعني انجز وقت عمال ما الحاجه تتشوى في الفرن. انا دخلت الصينيه في الفرن بقالها شويه، الوقت هنطلع نقلبها يعني ايه؟ يعني تطلعي الصدر، مش احنا حاطين الصدور على وشها تحت، تقلبيها بقى على وشها الناحيه الثانيه، يبقى وشها فوق، تاخد التحميره بقى بتاعه الفرن. والبطاطس اوريدي هتقوم نازله، اوريدي واخدين بالكم انا بنت اجنبيه بس ما حدش واخد باله. البطاطس تقوم بقى نازله تحت كده، تستوي وتخش في التتبيله بقى وتبقى جميله جميله جميله. انا قعدت كده ارص الاطباق ومصطلع على النبي، رحت اجيب الرز بقى، قلت اطلع بص على صينيه الفرن اول. صليتوا عبير على النبي. اللهم صل على النبي. تعالى
اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. بسم الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله على الروايح. تسلم ايدك يا بنت يا نشوى. يا رب يحليها بقول ياكل. طبعا انتوا خايفين الصينيه تتقلب عليا، ما تخافوش. سميتوا بالله وصليتوا على النبي وسيبها لي. تقلبي كده كل الفراخ اللي انت حطيتيها تحت، اقلبيها هتلاقي البطاطس نزلت تحت والفراخ كده تاخد لون من فوق. اتفرجي بقى، اتفرجي بس، عايزاكي تتفرجي وتصلي بالله وصلي على النبي. اتفضل في مكانها. بصي بالصلاة على النبي بقى. بصي الفراخ. تعالوا نعمل بقى اللي تحت. كان عندي فرن فوق، لسه فوق عندي. دي ما بتسخنش، كان متبطن. دي برضه انا جايباها قالوا انها متبطن بس بتسخن اهي. مش قوي يعني بس بتسخن برضه. لكن انا عندي فوق ما بتسخنش. سيبه يتشمع عمال ما اقلب اللورق. صلى على النبي كده. انا عليا تحدي الخير وانت عليك غسيل بوتاجاز. حد فيكم يتبرع بقى ويجي يغسل البوتاجاز عشان ايه؟ انا بالصلاة على النبي. نقلب ده برضه ونسيبه يستوي بقى مع نفسه. قعدت بقى كده ايه، قلت عمال ما دي تتشوى اكون انا غرفت الرز كله. انا دايما بقوم حاطه الحاجه جنبي واغرف الرز واقوم حاطه جنبه البطاطس واقوم حاطه جنبه الفراخ وكده. فقلت انجز في الوقت، اغرف الرز كله 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 وكل صينيه تيجي اقوم غرفاها على طول عشان اقوم قافلاه مكمور هو سخن كده ونخرج نوزعه على طول. انا هخرج على طول يعني ان شاء الله باذن الله مفيش ورايا حاجه، انا هخرج على طول اوزع. ف يعني مش هتعطل ولا حاجه عشان انا عايزه اوزع الاكل ده وهو سخن. الجو برد ولقمه سخنه في بطن جائع كده او في بطن واحد او في بطن اي بني ادم في الدنيا ما تتخيليش. يعني يا رب يا رب يجعلنا دايما كده، يا رب يجعل عاده ما تتقطع، يا رب ارزقني دايما الخير عشان افضل اطعم وافضل يعني ما علينا. المهم يعني ايه الحمد لله. قعدت كده زي ما انتم شايفين ارص الرز كله. انا بكتر شويه رز عشان اللي ياكل بياكل ويشبع. احط فراخ برضو، انا حاطه فراخ يعني انا حاطه الفرخه 4 قطع، الصدر كامل او الورك كامل يشبع البني ادم. يعني حتى لو انت الفرد ده اكله كبيره على فرد عندك مش مشكله، هو ممكن ده يكون جائع اكتر ما انت بتاكلي، او انت ممكن يكون هو وجبته اكتر ما وجبتك انت بتاكلي. وما تقارنيش مثلا انت بتاكلي قد ايه فتوزعي، لا ممكن هو يكون بياكل اكتر. شهر رجب جه اتعرض له ازاي؟ بسيطة جدا. هذا الشهر من زرع فيه وردة اعطي فيه بستانا. طلع بقى اللي عندك، كفاية تحويش بقى، يلا اشتغل وكل، اطعم الفقراء، اكسر جع الناس بردانة، غطوا الناس البردانة، اعطي يدك تعطى يده. تذكرة بسيطة من اختكم نشوى كده، وقلنا نذكر بعض بالخير وبالحاجات الحلوة. نسمي بالله ونصلي على النبي. النهارده اول يوم في شهر رجب، كل سنه وانتم بخير وسعاده ومتهنيين. شهر رجب بنعظم فيه كل حاجه، الحسنات بتتعظم لان من اشهر الحروف، وبرده بعد الشر عليكم والسيئات بتتعظم. فنبتدي اول شهر رجب. شهر رجب ملوش عباده، يعني مش لازم هنصلي له حاجه هنصوم له حاجه، لا هو احنا كده ايه عايزين نعمل خير كده من غير يعني
مش عشان شهر رجب يبقى في عادات ان احنا لا، هو الواحد عايز يعمل صدقات، يعمل حسنات تبدا يعملها في الشهر ده زي ما احنا بنعمل في شهر رمضان، كمان شهر رجب، لان شهر رجب من اشهر الحرم. فكل سنه وانتم طيبين. اما بقى اللي لسه ما يعرفنيش على الفيسبوك وبيخشوا يشوفوا الفيديو ده فيخشوا يقولوا لي نشوى هو انت بتبيعي الوجبات؟ نشوى هو انت بتعملي؟ لا يا حبايبي، والله ده فضل من عند ربنا. لما ربنا يكرمني برزق اخرج واوزع، لما يكون عندي دي اخرج واوزع، لما يكون نفسي في حاجه تتحل اخرج واوزع، لما يكون ربنا يعني تكون الدنيا مضيقه شويه فاطعام الطعام. طبعا فضل ثواب اطعام الطعام ده حاجه يعني اكيد مش انا اللي هتكلم فيها. تاني حاجه اطعام الطعام لازم بيكون في العلن عشان نشجع بيه ناس ثانيه، عشان احنا صحاب محتوى، فصحاب المحتوى بيشجعوا الناس اللي بيتفرجوا عليهم. فلما يبقى عندنا محتوى حلو نشجع بيه على الناس، كام حد هيعمل زيك ويبقى في ميزان حسناتك. فالناشد بقى كل حد اعملي ووزعي على قد امكانياتك. ان شاء الله واحده لو جبتي فرخه واحده واتبقى منك وجه اطبخيها مع وسط ولادك، اعمليها وجبه وخرجيها لله. وما ادراكي بقى الثواب بتاع شهر رجب والحسنات في شهر رجب. ربنا يوسع عليكم. الجو برد، الدنيا برد، الجو غالي، فما تعملي وجبه سخنه لحد من ده ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويخلف عليكي خير وسعاده وبركه. عملت ايه بقى؟ بصوا فضلت خيركم كده، حته فراخ على شويه بطاطس على شويه لقمه رز سخنه، حاجه كده ايه لزوم الدفى، تبقى جميله وتبقى حلوه وتدفي اللي ياكلها. لان دايما اقول لكم في كل اطعام مش احنا اللي محتاجين ان احنا مش الناس اللي في الشارع اللي احنا هنوزع لهم الوجبات دي هم اللي محتاجين الوجبه، انت اللي محتاجه انك تعملي ده عشان ربنا يرضيكي وتتقربي لربنا وينولك اللي نفسك فيه وتاخدي حسنات وربنا يفرجها عليكي باي حاجه انت نفسك فيها. فانت اللي محتاجه انك توزعي، مش الناس اللي في الشارع هم اللي محتاجين الوجبه. ربنا بيرزق كل بني ادم، فيوم كده كده ربنا هيرزقه بيكي او بغيرك ربنا هيرزقه، لكن انت اللي محتاجه ان انت توزعي حاجه زي كده وتتقربي لربنا بحاجه زي كده. لسه في صينيتين من دول، واحده في الفرن وواحده هنا، وان شاء الله ربنا رب يتقبل مننا. صح يا ولاد؟ شجعتك تقومي دلوقتي تعملي بقى اي حاجه وتبعتي لي على الواتس زي ما انتم متعودين معايا. ابعتوا لي على الواتس صورها، مش تبعتوا لي على الواتس حاجه. الحمد لله ربنا بيخلف عليا، بعمل من يعني انا عشان اللي مش عارفني انا مش بعمل من حد ومحدش بيديني حاجه، بعمل ده من رزق ربنا بعته ليا. ودي عاده ما تتقطعش، ودايما العادات الحلوه دي نشجع بعض عليها. وانا دلوقتي ورا انا بعت الاطباق قوي بس يلا خير. بصوا البطاطس مستويه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، كل طبق فيه بطاطسيتين على شويه صلصه على حته فرخه في قلبك. والله العظيم في قلبك وفي ميزان حسناتك. نشوى يا جماعه كلف لحد الخير. ده الطبق ال 45 لغايه دلوقتي. وانا بقول مره ادوق والله العظيم بتاعهم ما شاء الله يا جماعه، عامله لحد ده والله العظيم اقسم بالله انا معاها. انا ممكن تلاقيها زي ما انتم شايفين كده. ربنا يعينك. عايزه فاصل. خطيره امير خطيره. يلا بينا بقى. اقول لكم من الصدفه كمان نادين فكرتني بيها، تذكرني بيها دلوقتي. احنا امبارح واحنا في القاهره، او انا دايما لما ادخل القاهره بنكون مشاركين في اطعام، يعني بتدي حد بيكون بيعمل اطعام لناس ممكن انت مش قادره تعملي الاطعام او مش عايزه او مش قادره او ما عندكيش ناس توزعي لهم، فبتعرفي باب تدي له فلوس يعمل لك الاطعام. كان ربنا بيسخر لنا ناس كده، شاركنا امبارح في اطعام ان هو يتعمل النهارده، فسبحان الله معمول اطعام في القاهره وفي نفس الوقت النهارده معمول كمان اطعام هنا، فدي رزق من عند ربنا. مستويه مع شويه الصوص ده تاكلي صوابعك وراه، والفراخ دايبه دوبان ومتحمره تحميره مطاعم. ده بقى مش شطاره مني، ده بركه من عند ربنا. الحلاوة دي ايه رايك بقى؟ الفراخ شكلها مرة شهي. الفراخ شكلها مره يشهي، الفراخ يا ولاد شكلها مره يشهي. مره ثانيه انا ده مش مره واحده. طب يلا تعالي بقى، تعالي انا نازله اوزع. وزعني معاكي. اوزع لك معايا يعني انت قاعده انت دفعتي حاجه؟
ايوه دفعت امبارح. دفعتي انت؟ دفعتي حاجه لله تانية، انا مالي؟ انت بتحاسبيني على تدفعيه بره، انا مالي؟ اللي دفعتين امبارح يا نادين الناس بتتغدى دلوقتي. اللي دفعتيه امبارح الناس فطرت واتغديت بو. اصل انا نادين، انا ونادين عاملين اطعام النهارده، بس القاهرة مش هنا مش في هنا. القاهره، يعني شاركنا في اطعام. لا احنا عاملينه لوحدنا اطعام كده حلو. طب ما تخلي ده في ده. لا انا ده جايبه ده انا دافعه فيه، محدش دفع لي جنيه. طب ما تصلي على تاخدي معايا الثواب ليه؟ صلي على انت عايزه تشاركي في ده؟ طب ابعت يد، عايزه تشاركي؟ ابعت فلوس. الفايه. لا هي ده يعني يبقى النص كده. ابعتي. انا بهزر، انا ما باخدش فلوس لحد خير، والله ما باخد فلوس جنيه لحد خير. الفراخ شكلها حلو ومستويه. لا ده انا عايزه اقول لكم على مفاجاه، انا هعمل تحدي خير اليومين الجايين، ضرب نار مش اكل. خمنوا بقى. شوف ولا شرب، يعني هعمل تحدي خير شرب بقى. اقعد حلو تحدي شرب برضه. رتب يا حاج. رتب يا حاج. صحابي شوفين واجيلك. هتحميه؟ طيب انت هتحميه ولا لسه ايه؟ حماتيه؟ تصدق نادين يعني شوف. بحميه. لا ما تحموش يا جدعان عشان هياخده هينزل في الهوا. الصلاة على النبي. ده شغل نشوى الوحيد، ادينا وشك والله لا لف. انا كل ما افتح بقي. شم تحدي الخير، عملت تحدي الخير واكلته. من قبل ما اصلا ما اخويا نازل اكل فين، مش عارف ايه ماما. من هو في الشنط. الناس مستنيين تحت يلا. لازم الطباخ يدوق. طب يلا صح ولا خلاص. لا؟ طبخ السم بيدوق. والله انا ده السم. والله يا ولاد انا باكل الصوص ده هو على ربنا شويه. انا يجعلها بصوا بألف هنا. بصوا فاض حته حتاته حكاية. على الحله، انا ما بخرجهاش في الاكل. يعني بصوا على الحله اهو شايفينه، انا ما بخرجهاش في الاكل. ممكن اكله انا، عيالي ياكلوه، نادين نادين تموت فيه، انا احبه بس قوي، بحبه برضه. بس ما خرجوش لله. حتى بصوا الحله طالعه ازاي، حتى بص الحركه دي. برو. لكن الحتاته دي بطلعها في جنب، احبها انا بقى، اقوم حاطه عليها شويه ايه، دمعة. دمعه. بلاش صوص عشان عارفة فين يا ولاد؟ شويه طبيخ. وبص يا امير انا عاينه لك حته قد ايه، حته مقرمشه بقى، بس مش هقول حاجه، مش هقول حاجه، ما حدش يصور. بس خلاص يا امير بقى، انا باكل يا اولاد والله من شويه حتتها على شويه صلصه، مش باجي هنا عند عبال ما كلنا نقعد بقى. انا باكل في الفتره اللي الصينيه تطلع فيها من الفرن بس. ما هو لما الصينيه تطلع اكون خلصت الاكل. هو اصلا وجبات. تالت صينيه واخر صينيه بالصلاه على النبي، وكده عملنا بالصلاه على النبي حاجه و40 وقت. الله اكبر، الله اعظم. خلاص خلصنا اليوم الجميل ده على خير، ويا رب كل ايامنا كلها خير وبركه ورزق من عند ربنا، ويبقى دايما كده بنسارع مع بعض كده للخير، ودي احلى حاجه في الدنيا. انا فرحانه ومبسوطه ان انا عملت الخير ده وعملت الاطعام ده، ويا رب دايما ما يحرمنا من الخير ده اللي احنا محتاجينه اكتر من الناس محتاجاه. وانا ده من يوم ما انا ربنا كرمني واشتغلت، وانا كل رزقي لازم تدخلي فيه كده انت وغيرك. انا ما بقولك الكلمتين دول ده مش رياء، ما تخليش الشيطان يضحكك يقولك لا ده فلان ده بيعمل رياء. يا ستي كل واحد ونيته لله، خليكي انت نيتك صافيه واعملي الخير انت وارمي البحر. انا خلصت التوزيع، لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عقبال العاد يا رب ما يطهرنا عادي ابدا. فعم علي قال لي انت شطوره النهارده وعملتي وجبات خير وعمل لي حاجات حلوه، قام حللك بقك بقى. فقال لي تعالي حللك بقك، فيعزمني على حاجه حلوه وكوفي كده في اي حته نقعد نشربه. صح يا عم علي؟ نشرب اسمه دونات. اي حاجه حلوه منك يا عم علي. دونات وشويه كابتشينو. ماشي تصبحوا على خير وسعاده وهنا. سلام عليكم. هنروح اول الكارت بتاع النور فاصل هنشحنه ونروح على طول.